شهدوا هنا غضب الماضي وحسرته الكبيرة، وذلك بعد ضربة الجزاء التي تحصل عليها المنتخب السويدي إثر خطأ من اللاعب الجزائري، ومبولحي لم يتمكن من التصدي للهدف. شاهدوا معنا هدف المنتخب السويدي الأول، الكرة على جهة والرئيس مبولحي على جهة. في لقطة ثانية هنا خروج رامي بن سبعيني بالبطاقة الحمراء إثر تحصله على بطاقتين صفراوتين، وخروج مستحق. شاهدوا اللقطة. نورمالمو هذه اللي يدي عليها ديريكت بطاقة حمراء، ماشي يستنى بطاقتين صفراويتين أو صفراوتين عفوا. للأسف الشديد خسارة المنتخب الوطني وأداء غير مقنع مع طرد وغضب المدرب.